السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ من النهاردة سواء انتي بتعرفي تعملي البسبوسة او ما بتعرفيش، بتظبط معاكي او ما بتظبطش، من النهاردة هتظبط معاكي جدا وهتعمليها وهتكوني استاذة فيها. خطوات بسيطة بس هنغيرها مع بعض هتدينا اللون المكرمل الجميل ده والترميلة الناعمة بتاعتها وطعمها تحفة، احسن من احسن محلات الحلواني. جميلة جدا ومرملة ومكرملة وكمان متماسكة. صينية بسبوسة ايه؟ تحفة. هنعمل بس خطوات كده بسيطة مع بعضينا هتدينا قطعة قطعة كده متماسكة مع بعضها وكمان النتيجة تحفة. يلا بينا، أول حاجة هنعمل مع بعض شربات البسبوسة، 3 سكر و3 مية وعليهم شريحتين ليمون ومعلقة من السمنة، ويفضل السمنة البلدي علشان تدينا مع بعض ريحة ونكهة جميلة للبسبوسة. معايا على النار طاسة فيها كوباية سكر وعليها كوباية مية. انا هقلبهم بالراحة خالص من غير اي حاجة، من غير معلقة او سباتولا او اي حاجة في الطاسة، لغاية ما يديني اللون الاصفر الجميل، اللون الذهبي. بدأت كده تديني اللون الذهبي. بس كده، هو ده اللون المطلوب، هو ده اللي انا عايزاه. تركات بسيطة هتديني صينية بسبوسة تحفة. هنزل عليهم بكوباية من اللبن، النار هادية معايا وهقلب بالراحة خالص. في البداية هتبان لي متكتلة كده والسكر هيتكتل، انما بعد كده كل حاجة هتدوب. معايا كمان كوباية من السمنة، يعني حطينا السكر وعليها كوباية مية وعليهم كوباية حليب وعليهم كوباية سمنة. بنقلب الخليط دون كده على النار، نقلبه كويس لما يدوب يبقى ناعم خالص معايا على نار هادية. معايا نص كيلو من دقيق السميد وكوباية من جوز الهند بتديني ريحة تحفة للبسبوسة، وعليهم باكت فانيليا، معلقتين كبار من الجلوكوز او الشربات التقيل، وهنزل عليهم بالخليط اللي انا عملته معايا واقلب بالراحة خالص. مكونات سهلة وبسيطة بس النتيجة هتظبط معاكي جدا. هنقلب كويس مع بعض البسبوسة وخليط البسبوسة اللي احنا عملناه على النار. هنلاقي معانا ان البسبوسة بدأت تاخد معايا اللون المكرمل الجميل الذهبي. الصينية معايا مدهونة مادة دهنية، وهبتدي افرد فيها الخليط البسبوسة معايا. بالظبط كده. ممكن كمان استعمل ايدي ودهنة بسيطة كده من المية هتظبط معايا الوش خالص. هبلي ايدي بالمية وافرد بيها البسبوسة، هتديني النتيجة دي. هدخل بيها طبعا على فرن 180 درجة في الرف الوسطاني، ولما تاخد لون من الجوانب هبتدي افتح عليها الشواية 5 دقايق وانا واقفة. ياريت اخد بالي منها لانها بتاخد لون بسرعة جدا. هنزل بقى عليها بالشربات يكون بارد اول ما تخرج من الفرن، هي تكون سخنة والشربات بارد او الشربات يكون سخن وهي تكون باردة.
شايفين ازاي القطعة متماسكة، واللون كمان جميل جدا، ترميلة هايلة. ممكن نحط كمان مكسرات على الوش لو فيه، ممكن كمان جوز الهند كده. انا شايفة بصراحة مش محتاجة اي اضافات، بقطعها مكعبات وابتدي ان انا اقدمها. جميلة جدا، متماسكة ومرملة، واللون مكرمل، واحسن من احسن حلواني زي المحلات بره، ويمكن احسن كمان. ما شاء الله هايلة جدا، جربوها وقولولي رأيكم ايه. وما تنسوش رأيكم في التعليقات، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. شكرا ليكم جدا، مع السلامة.